فيديو جديد مسرب لهدير عبد الرازق. تخيل كده كل يوم بنصحى على فضيحة جديدة على السوشيال ميديا، بنات بتتصور وولاد بتتحبس وأسرار بتتفضح والناس قاعدة بتتفرج وتضحك وتعلق وخلاص. هو احنا عايشين في دنيا طبيعية ولا فعلا وصلنا للزمن اللي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منه؟ الزمن اللي العرض والشرف فيه يبقوا لعبة في ايدين الناس والفضايح بتبقى ترند. الموضوع بدأ بفيديو مسرب لهدير عبد الرازق، وقتها الناس اتقسموا لحاجتين، في اللي صدق انها ضحية وفي اللي هاجمها جدا. لكن في الوقت الحالي اللي بقينا فيه طلعت فيديوهات تانية واضحة وضوح الشمس انها بإرادتها، وهي كمان اللي مصورة بإيديها، والشخص اللي كان بيدافع عنها زمان هو اللي بقى معاها في الجزء التاني. بجد حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بنشوفه ونسمع عنه، فضايح ورا فضايح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يرفع الحياء، وقال كمان سيأتي على الناس سنوات خداعات يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. مش دي نفس الفتن اللي احنا عايشين فيها دلوقتي؟ شباب بيبيعوا شرفهم علشان شهرة، وبنات تستغل الفضيحة علشان ترند، وناس بس شغلتها في الحياة انها عايشة على الفضايح. فعلا كأننا بقينا في آخر الزمان. بالتأكيد يا عزيزي إن والله العظيم لا يليق أبدا إن أي بنت مصرية في العمر ده تعمل كل الفضايح والتسريبات اللي موجودة على مدار السنين اللي فاتت، وفي كل مرة ولا بتخاف ولا بتتعظ، وفوق كل ده في كل مرة الواقعة بتزيد سوء عن اللي قبلها. طب فين أهلها وفين الأب؟ أنا برفض النموذج ده في مجتمعنا، وأي حد يشبه هدير عبد الرازق يسيء لأي سيدة أو أي بنت مصرية. وإحنا هنا لازم نقف ونسأل إزاي حياتنا بقت فرجة للعامة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا وقال من ستر مسلما ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. لكن إحنا للأسف عملنا العكس تماما، وهو ده بالظبط معنى الفتن اللي هتحصل قبل يوم القيامة. الناس هتجري ورا الفضايح وهتنسى الستر والرحمة. المشكلة مش في هدير عبد الرازق لوحدها، المشكلة فينا إحنا اللي بندور على الفضايح وننشرها ونديلها قيمة. وده يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، آمن حلال وآمن من حرام. وإحنا بقينا مش فارقة معانا شهرة بأي تمن، حتى لو بالعرض أو الشرف. والأخطر إن دي كلها علامات من علامات قرب يوم القيامة: انعدام الحياة وانتشار الفواحش علنا، انشغال الناس بالتوافه والفضايح، وغياب الستر بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم وصف الزمن ده وقال إذا اقترب الزمان لم تكاد رؤية المؤمن تكذب، ورأى الناس رؤية صادقة، وأقربكم إلى الصدق أصدقكم حديثا. وده معناه إن قرب الساعة بيجي مع زمن مليان فتن وفضايح زي اللي احنا عايشينها دلوقتي. بص يا صاحبي، سواء هدير عبد الرازق غلطت أو اتظلمت، احنا مش قضاء وربنا هو اللي هيحاسبها، لكن احنا مسؤولين عن نفسنا. نشارك في نشر الفضيحة ولا هنقف ونقول اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. وافتكر ان الزمن بيجري والفتن بتزيد والعلامات بتظهر واحدة ورا التانية، ومفيش وقت نضيعه في فضايح وتفاهات. اللي عايز النجاة يمسك لسانه ويبعد عن الحرام ويستعد للقاء ربنا، لأن اللي احنا شايفينه النهاردة مش مجرد فضيحة على السوشيال ميديا، دي رسالة واضحة جدا إن احنا بقينا في آخر الزمان. وبس كده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.